القصة بدأت أيام الحرب العالمية الأولى سنة 1918. أوتو الجندي الألماني رجع بلده بعد الحرب وهو عنده روماتويد، وكمان ركبه كان حاسس فيهم بوجع شديد جدا لدرجة إن هو كان ماشي على عكازين. وبعدين راح زار الدكاترة لمدة 2 كاملين ومفيش أي نتيجة ولا أي تحسن. دكتور قال له روح صوم وإنت هتحس بتحسن. طيب إيه علاقة الصيام بالصحة النفسية؟ أوتو فعلا بدأ يصوم لمدة 19 يوم. بعد كده بدأ يحس بتحسن رهيب، ما بقاش محتاج العكاز، ما بقاش محتاج مسكن، وبدأ يحس إن هو أحسن. وبعدين بدأ يتلاشى تماما موضوع العلاج، ومن هنا بدأت فكرة الصيام المتقطع مع أوتو إزاي يفتح